بعد 7 سنين خسائر متتالية بيحققها البنك المركزي المصري، أخيرا في 2024 قدر يحقق صافي ربح حوالي 22 مليار جنيه مصري. 3 أسباب خلوا البنك المركزي السنة دي يحقق الربحية دي، والسبب الثالث هيصدمك فعلا. أول سبب كان ارتفاع سعر الفايدة اللي وصل إن البنك المركزي المصري يرفع الفايدة في اجتماع واحد 6%، وده خلى يحصل فائض في البنوك المصرية بيستفاد بيه البنك المركزي وبيحقق من وراه ربحية. السبب التاني هو زيادة استثمارات البنك المركزي المصري في الشركات التابعة ليه بنسبة حوالي 35%، وده أدى إلى أرباح زيادة في 2024. أما السبب الثالث اللي هيصدمك فعلا هو إن البنك المركزي كان بيتحمل لمدة 7 سنين دول المبادرات اللي بتصدرها الدولة، زي مثلا مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ده غير مبادرة الإسكان ومبادرة الإحلال بتاعة السيارات. من الآخر لما بتروح تاخد قرض من البنك تاخده ب3%، في حين إن نفس الفلوس دي لو حطيتها شهادة في البنك ده هتاخد منه فايدة بتوصل لحوالي 30% النهاردة. مين اللي بيتحمل فرق الفوائد ده؟ كان بيتحمله البنك المركزي المصري، وده أدى الخسائر وصلت في 2023 ل 86 مليار جنيه. بس يجي السنة دي صندوق النقد الدولي ويشترط على مصر صراحة إن البنك المركزي المصري مش هيتدخل مرة تانية في دعم المبادرات دي، فتقوم الحكومة واخدة الجزئية بتاعت الدعم دي ومديها لوزارة المالية، فتتحمل وزارة المالية فرق السعر أو فرق الفوائد ده بدلا عن البنك المركزي المصري. وده كان السبب الرئيسي في تحقيق البنك المركزي المصري السنة دي صافي ربح بحوالي 22 مليار جنيه مصري. لو استفدت بمعلومة في الفيديو ده هستناك تعمل فولو ولايك وشير، وهستنى رأيك في الكومنتات.